هذه الرسالة إلى كل كويتي، أتمنى يسمعها ويدقق عليها. دش علي واحد قال لي من وين أنت؟ قلت له من الكويت. قال لي الله يرحم صدام. سألته سؤال، أدري البعض راح يعصب وراح يتنرفز، وصدام غزا وحارب وقتل. لا أنا سألته سؤال واحد، قلت له أفضل صدام ولا أمك ولا أبوك؟ قال صدام. اسمع السالفة وركز على الفيديو وليش يترحمون على صدام. دش عليه واحد تاني قال لي أنت من وين؟ منين أنت؟ قلت له كويتي. يا أخي تقول كويتي وأنت مرفوع راسك، تقول كويتي كأنك ملك كأنك شيخ. قال لي منين أنت؟ قلت له كويتي. قال لي الله يرحم صدام. سألته سؤال، قلت له أفضل صدام ولا الله سبحانه وتعالى؟ قال صدام أفضل من الكون كله. ليش؟ لازم تركز وياي. صدام حكم سنة 79، طبعا ضر الحكم على انقلاب على أحمد الحسن مدري شلون البكر وقبله عبد الكريم قاسم، من حكم الحكم، من غدر من انقلاب لانقلاب. صدام يوم حكم سنة 79 كل دولة يروح لها بالذات الجمهوريات يقول لهم أبي عندكم أسوي رعاية باسم صدام. يعني يروح لدولة مثال ليبيا، المغرب، الجزائر، الدول هذه الجمهوريات، وفي دول مع الأسف اللي ترحمون على صدام، يروح لهم يقول لهم أبي أسوي رعاية عندك. رعاية حق شنو؟ يكلم الوزراء، يكلم الوزير، الرئيس حق الدولة، يقول لهم أبي رعاية حق الناس المشردين المرتزقة. بالعربي واحد فعل بوحده، جابوا ولد قطوه بالشارع، ياخذون الرعاية يربونه. الولد هذا يشوف صور صدام، يشوف قدامه صدام، ما يكبر على صدام، يتربى على صدام، صور صدام، أمك وأبوك صدام، ربك صدام، دينك صدام، يتربى عليه. ليش يسمونهم فدائي صدام؟ صدام ذكي، كان هذول ما حد مهتم فيهم، كان يهتم فيهم. الحين هذول يفضلون صدام على انفسهم، لان صدام كان معززهم ومكرمهم. يا اخي بعض الدول ما يهتمون بهذول لغطة بالشوارع، فصدام اهتم فيهم. الحين كبروا من السبعينات من الثمانينات، كبروا هذول. لو تلاحظهم يعني جيل 70 80 التسعينات، هذول تربوا على صدام، قاموا يشوفون صدام، قاموا يترحمون عليه. يعني لو يجيك واحد يقول لك الله يرحم صدام، اعرف انه مقطوط بالشارع واهتم في صدام. الدول الثانية، عرفت؟ لهذه الاسباب اللي يجيني يترحم على صدام يكسر خاطري. يعني حياته لغيط، مرمي، لا ام ولا ابو ولا، الله يكون بعونهم. أنا صراحة رحم يا أخي، لازم رحمة. يعني يجيك واحد الله يرحم صدام، أدري صدام شنو بالنسبة لك، هو بالنسبة له أنه يشوف صدام كل شيء، أما أنا أشوفه هو صدام ولا شيء. لأن واحد يربي، أعوذ بالله. وعسى الله يهديني ويهديكم. هذه رسالة لكل الكويت، وأتمنى تستوعب ليش يترحمون على صدام. والبعض يقول رضي الله عن صدام وعليه السلام وصدام مدري شنو وأفضل الكون. ليش؟ إن صدام كان للدول يهتم فيهم، اللقطة المشردين المرتزقة، فكبروا على صدام وكبرهم صدام، وهذولا فدائي صدام. عسى الله يكون بعونهم، عسى الله يهدينا ويهديهم، والله يرحمنا برحمته. السلام عليكم.